المغرب تتأهل رسميا إلى دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية، والمنافسين المحتملين لأسود الأطلس في الدور القادم منتخبات بنين أم تنزانيا أو المنتخب السوداني الشقيق صقور الجديان. أما بالنسبة للمباراة أمام زامبيا، فقد تم اختيار النجم أيوب الكعبي كأفضل لاعب وكرجل للمباراة بعد تسجيله هدفين، والثالث بطريقة أكثر من رائعة بعد أن قام بحركة أكروباتية مميزة دبل كيك. أما بالنسبة للنجم إبراهيم دياز، وهو أول لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يسجل في المباريات الثلاثة الأولى من البطولة بعد أن سجل في مرمى جزر القمر ومالي وزامبيا. النجم محمد صلاح خسر نهائي 2017 أمام الكاميرون، وخسر نهائي 2021 أمام السنغال، فهل يحقق البطولة بهذه المرة؟